في الحلقه اللي فاتت اخويا العزيز واختي العزيزه شفنا الجزء الاول من شرح كتاب الاب الغني والاب الفقير للكاتب روبرت كيوساكي، وبدينا شرح المقدمه فين تذكرات فيها قصه روبرت كيوساكي، وحدينا فين وصل روبرت هو وصاحبه مايك اللي عند باين مايك اللي هو الاب الغني باش يديروا مع واحد الاجتماع اللي غادي يوري لهم فيه كيفاش يديروا الفلوس ويوليو اثرياء. فغنصحكم اللي ما شافش الجزء الاول يمشي يشوف الجزء الاول ضروري هذه ما مناش هروب. من بعد ما تشوف الجزء الاول رجع كمل معنا هذا. وفي هذه الحلقه غادي نكملوا القصه وغنشوفوا الدرس الاول اللي تعلمه روبرت كيوساكي من با الغني. كنوعدكم ان هذه الحلقه غادي تنفعكم بزاف. شرح الجزء الثاني من كتاب الاب الغني والاب الفقير للمؤلف الجميل والخفيف روبرت كيوساكي في هذا الفيديو. فسير وجد ليك شي حاجه تشربها او لا ما كنت كذا انت ممنوع عليك ياكل وكتفرج فيا، ويلا نبداو. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، ومرحبا بكم في قناه ساتشريفيكس فين كتلعب وتستمتع وتستافد. وفي الشين كنحاول نقدم لك واحد المحتوى ديال شرح كتب تستافد وتستمتع في نفس الوقت. فاذا عجبتك فكره المحتوى اشترك معنا وانضم للعائله ديالنا. اوكي، كما قلت قبل في الجزء الاول وصلنا في الاب الغني طلب انه يقابل روبرت هو وولدو مايك في واحد الاجتماع اللي غيوري لهم فيه كيفاش انهم يوليو اثرياء ويديروا الفلوس. فدابا غادي ندخلوا في هذا الحوار ديال هذا الاجتماع. فمن مورا ما غادي يدخل روبرت هو وصاحبه مايك اللي عند باين مايك اللي هو الاب الغني، غادي يقولوا الاب الغني لروبرت سمعت ولدي انه كيقول انك بغيتي تولي ثري ودير الفلوس. وهنا يا روبرت غادي يعطي واحد التعليق وغادي يقول لك انا باين مايك كان كيبان بحال اللي قلتي مهيب عنده واحد الكاريزما، وانا كنت ولد ديال 9 سنين. فقلت له انا كنت بغيت نولي ثري وبغيت ندير الفلوس. فالاب الغني غادي يقول مزيان وعجبتني حتى كتفكروا هكا وبغيتوا انكم ديروا الفلوس خصوصا من الصغر ديال العمر ديالكم. فغادي يقول لهم انا غادي نوافق على انني نعلمكم، ولكن ما غاديش نعلمكم كما كتعلمكم المدرسه. ما غاديش نعلمكم انكم نجيبكم قدامي ونجلس معاكم ونقلقي عليكم في الكلام. هذه ماشي هي طريقه التعليم ديالي. انا غادي نعلمك كما كتعلمك الحياه، والحياه كتعلمك بلا ما تدوي معاك، وهذه حقيقه مره. غادي يقدم لهم واحد العرض، غادي يقول لهم انكم غتوليو تخدموا عندي كل نهار السبت لمده 3 سوايع في المصنع ديالي. على قبل كل ساعه غنعطيكم 10 سنتات. وبغيتك تركز معايا هنا يا خويا العزيز ولا اختي العزيزه ان هذا المبلغ هذا حتى في ديك الوقيته كان كيتعتبر واحد المبلغ اللي قليل فتات. ف 10 سنتات لكل ساعه هما كيخدموا لمده 3 سوايع، فهنا غادي يبقاو يقبضوا 30 سنت. فهنا يا روبرت غادي يدز وغادي يقول له نهار السبت عندي الكره كنلعب الكره. وغادي تبدل الملامح ديال الاب الغني وغادي يقول له يا غادي تتعلم يا غادي تمشي تلعب، وخصك تختار، واللي ما كيعرفش ياخذ القرارات ديالو بالزربه ما عمره ما غيوصل للطرف. فهنا يا روبرت ما لقى ما يدير وفي التالي وافق على العرض. قال له واش موافق؟ قال له موافق. عاود شاف ولدو مايك قال له واش موافق؟ قال له حتى انا موافق، انا معكم اللي درتوها نديروها. غادي يقول لهم يلا خرجوا ابتداء من السيمانه الجايه غتوليو تخدموا عندي كل نهار السبت لمده 3 سوايع. هنا يا خويا ولا اختي غادي يدوز بزاف ديال السيمانات وبزاف ديال الوقت فين روبرت هو وصاحبه مايك كل نهار السبت كيمشيو يخدموا لمده 3 سوايع في المصنع ديال الاب الغني. ما غاديش يتلاقى معهم الاب الغني نهائيا. فواحد النهار غادي يجي الاب ديال روبرت الحقيقي اللي هو الاب الفقير، وغادي يسول ولدو اللي هو روبرت يقول له اش وقع؟ قول لي نتمنى تكون كتعلم شي حاجه. فروبرت غادي يجاوبو غادي يقول له والله لا هو قدم لنا واحد العرض ديال اننا نوليو نخدموا عنده كل نهار السبت لمده 3 سوايع وعلى كل ساعه غيعطينا 10 سنتات. بابا غادي يجاوبو غادي يقول له كيفاش كيعلمكمش؟ لا حتى انه ما تلاقاش بينا من ذاك النهار. انا يا باين روبرت غادي يغضب غادي يقول له لا هذا الشيء اللي دار ما قانونيش وهذا كيستغلكم، وهذا راه كيتسمى بتشغيل الاطفال. لكن كما قلت حط في عين الاعتبار ان هذا هو الاب الفقير. وغادي يقول لولدو سير عنده اي عند الاب الغني وقول له يا تزيدني في المرتب ديالي ولا تعلمني كيف الناس ولا غادي نستقل. وفعلا روبرت غادي يشرب هذا الكلام هذا وغادي يجعر ويتحمس وغادي يمشي عند صاحبه مايك وغادي يقول له مايك انا اكتفيت ذاتس انوف بركه. حنا من نهار تلاقينا باك في ذاك الاجتماع ما عاودناش شفناه، وكل نهار السبت كنخدموا لمده 3 سوايع وعلى كل ساعه كنقبضوا 10 سنتات. وانا غادي يستطرد روبرت وغادي يقول لك ان دوك الفلوس اللي كان تيقبض من ديك الخدمه كان كيمشي يشري بهم مجلات ديال القصص الصغار، وكل مجله كانت كدير 10 سنتات فكان كيشري 3. واللي كيقهر انه ما كتسالي السيمانه الا هو سال القرايه ديال هذه القصص، فمضطر انه يسين السيمانه الجايه باش يقبض الراتب ويمشي يشري القصص ويقراهم ويبقى كيسين وهي غادي. فمن مورا هذا الشيء اللي قالو روبرت لمايك غادي يقول له با قال لي انا غادي يجي واحد النهار وروبرت غادي يقول لك فيه هذا الكلام. شي يقولوا لك
قول له الاب ديالي بغى يقابلك في السبت الجاي. وهنا يا روبرت غادي تصدم وغادي يقول له حلف بالله نيتك عارف هذا الشيء كامل وساكت. فالمهم من هذا الشيء كامل روبرت غادي يبقى يساني عاوتاني نهار السبت باش يمشي يتلاقى مع الاب غني. وغادي يجي نهار السبت وغادي يمشي روبرت وهو مايك عند الاب غني المره الثانيه، غير هو هذه المره غتكون شويه مختلفه ومهمه لدرجه عاليه. اولا فاش غادي يدخلوا كما تعودنا ان الاب غني غادي يكون داير واحد الاجتماع مع المدراء ديالو والموظفين ديالو. من مورا ما غادي يسالي الاجتماع هذه المره ما غاديش يقول لهم اجيو دخل عندي، وانما غادي يهز التليفون وغادي يبقى يهضر لمده نص ساعه 30 دقيقه وروبرت قاعد كيتحرق كيتسنى انه يدخل يهضر مع الاب الغني. والاب الغني بكل برده هاز التليفون وكيدوي نص ساعه. من مورا هذا الشيء غادي يسالي الاب الغني المكالمه اللي كان داير وغادي يمشي عند روبرت هو مايك وغادي يقول لهم يلا دابا جا اجيو عندي. وهنا يا خويا ولا خصني بغيتك تركز لحقاش الحوار اللي تدار في هذه المحادثه بيناتهم بالنسبه لي هو اهم حوار في المقدمه وهو اهم واقعه تحدث في المقدمه. فصحصح معايا فاش غيدخلوا الاب الغني المره الثانيه غادي يسول روبرت غادي يقول له روبرت سمعت من عند ولدي مايك انك بغيتي يتزادك في المرتب ديالك اي في الصالير ديالك اولا غادي تستقل. فهنا يا روبرت كما قلت كان كيشوف الاب الغني على انه واحد الشخصيه اللي كاريزماتيك وعنده واحد الهيبه. غادي يبقى كيبكي وغادي يقول له ايه لحقاش انت ما علمتيني والو ومن نهار تلاقينا بيك ما عاودناش شفناك وحنا كل سبت كنخدموا عندك لمده 3 سوايع وبالتالي كل اللي كنقبطوه هو 10 سنتات لكل ساعه. فانا تخيل معايا من مورا هادشي كامل اللي قال روبرت الاب الغني غادي يبقى كيشوف روبرت وغادي يقول له بكل بروده لست سيئا. الان اصبح حالك كحال جميع الموظفين الذي سبقوا وعملوا عندي، اي ان حالتك حاليا ولات بحال بزاف ديال الناس اللي فاتوا خدموا عندي. فانا يا روبرت ما كانش فاهم اش كيقول غادي يعاود يقول له اخويا شوف بغيتك تعلمني وانت ما كتعلمني والو وانما خليني خدام عندك وبالتالي كتعطيني واحد الفتات. فالاب الغني غادي يجاوب غادي يقول له شكون قال لك ما كنعلمكش؟ روبرت غادي يتصدم غادي يقول له منيتك دابا انت كتعلمني؟ غادي يقول له ايه كنعلم. غادي يقول له شنو علمتيني شنو زين؟ فغادي يقول له خدم عقلك. قال له كنشوف انه هذا الشيء اللي علمتيني انك انت بخيل تكثر الفلوس على الموظفين ديالك. وغادي يجاوب الاب الغني وغادي يقول له هذا الشيء اللي حاس به انت دابا هو الحاجه اللي كتوقع ل 90% ديال الناس. فمنين ما كتكونش راضي على الصالير ديالك شنو كدير؟ اكيد معروف كتبدا كتمرض وكتعصب وكتشكي وكتقول انه خصهم يزيدوني في الصالير. لا بطبيعه الحال غادي نقلب على خدمه اخرى وإلا مشى حتى الا بدلتي الخدمه راك بدلتي هي الخدمه وماشي العقليه. يعني من مورا واحد الوقيته غادي يعاود يجيك نفس البروبليم نفس المشكل. وهنا قال له واحد الجمله زوينه بزاف الناس ما كيخدموش حيتاش باغيين يتعلموا وانما كيخدموا حيتاش خايفين. بحالاش خايفين انهم ما يخلصوش الكرا الضو الماء انهم ما يلقاوش فلوس ويبقاو يبانوا فاشلين وما يرضيوش الناس. خلي الخوف هو اللي كيسوقهم. وهنا غادي نوقف وهذا الشيء غادي نزيد نفصلو ونشرحو مزيان باش غادي نجي نهضر على الدرس الجاوي. فهنايا روبرت غادي يكون كما قلت هو في عمره اساسا 9 سنين فما تيقدر يستوعب هذا الشيء كامل. غادي يقول له من الاخر دابا يا غادي تزيد لي في الصالير يا غتعلمني كيف الناس ولا راه غادي نستقل. فالاب الغني غادي يعاود يقول له راني كنعلمك. الدرس اللي بغيت نعلمو لك من هذا الشيء هو ان الوظيفه مستحيل توصلك للثراء ماشي هي الطريق ديال الثراء ممكن تكون هي جزء من الطريق اي كجسر وصافي. فهنا روبرت غادي يتصدم بحال غادي يبدا كيستوعب هذا الشيء اللي وقع غادي يبدا يشوف ان الاب الغني عنده الحق. فغادي يقول الاب الغني شنو هو الشعور ديالك فين جلستي كتسايني المره الاولى انك باش تطلب مني انني نعلمك نخدمك عندي المره الثانيه اللي جيتي فيها وكتسناني انني نزيدك في الصالير ديالك. غادي يجاوب روبرت غادي يقول له واحد الشعور اللي خايب ما زوينش مهين. فالاب الغني غادي يقول له بالضبط. فروبرت غادي يقول له ايوا شنو خاصني ندير؟ غادي يجاوبو غادي يقول له استخدم عقلك. خاصك تعرف ان الاثرياء ما كيخدموش على قبل الفلوس وانما الفلوس كتخدم عليهم. وهذه هي الجمله اللي جات على شكل الدرس الاول. الاثرياء لا يعملون من اجل المال بل المال يعمل من اجله. وهنايا الاب الغني روبرت اللي كتب هذا الكتاب بسبب هذه الجمله غادي يعكس القوانين ديال الفلوس وغادي يعكس واحد المفهوم كبير وغلط كان عندنا. فعوضا ما حنا نخدموا على قبل الفلوس ونجريو وراهم نخليو الفلوس هي اللي كتجري وكتخدم على قبلنا. والجمله ديال الاغنياء لا يعملون من اجل المال فالمقصد منها هنا ان ماشي الاثرياء او اللي عندهم الفلوس كيخدموش بزاف ولا ما كيحطوش الجهد او لا كيحتقروا الخدمه ابدا. فالخدمه على قبل الفلوس ماشي عيب انما ماشي هي الطريقه اللي غتخليك توصل للثراء. انما هذه الجمله كتعني حاجه وحده وهي ان الاغنياء او الاثرياء كما بغيتي تسميهم ما كيخليوش الفلوس تحكم فيهم. اما الطبقه الفقيره او المتوسطه كيخدموا على قبل باش ياخذوا الفلوس بالتالي كيتعلقوا بالصالير ومن بعد كيوليو يرضاو بالقليل وفي نفس الوقت ما عاجبهمش الحال كيبقاو في نفس الدائره ديال شنو خدمه فلوس مصاريف خوف خدمه وكتبقى تعاود. اما الثري فكيقول شنو غادي نتعلم من هذه الخدمه
شنو هي المهاره، شنو هي الحاجه اللي غنفهمها، شنو هو النظام السيستم. حتى الا كان الصالير قليل والمعلومه كبيره فانا الثري كيعتبر راسو رابح وماشي خاسر. فالسؤال علاش الاب الغني عطاهم هذا الصالير الضعيف والقليل؟ باش يفرق لهم بين جوج انواع ديال الناس، اللي كيخدم غير على قبل الفلوس واللي كيخدم على عقله وباش يتعلم ويتطور. والحاجه المشتركه اللي جايه في الوسط هي ان الوظيفه ماشي هي انسب طريق للثراء. فاللي كيخدم على عقله ضروري ما غادي يصبر ويتعلم ويشوف ويسول، والتالي كيبدا من هنا من طريقه التفكير وينمي عقله والملف المالي ديالو بل من فلوس. فدابا خليك من الكتاب وبقى معايا واحد شويه، ركز معايا انا شخصيا. واش خدمتك دابا او لا الخدمه اللي غادي تخدمها وكتفكر انك تخدمها كتعلمك او لا غتعلمك شي حاجه ولا غير كتدي لك وقتك؟ والسؤال الثاني، واش باغي تزيد غير من فلوسك او لا باغي تزيد من القيمه ديالك انت شخصيا؟ هادو جوج اسئله مهمه نتمنى انك تجاوب عليهم وتخلي لي الجواب في الكومنت. فراه بزاف ديال الناس كيبدلوا خدمه بخدمه اخرى ولكن بنفس العقليه بنفس الخوف وبالتالي بنفس النتائج. فالخلاصه العمليه ديال هذا الشيء، خاصك تعرف ان الوظيفه ما غتوصلكش للثراء او للحريه الماليه. باش ما تخالفنيش الكلام خاصك تفهم شكون هو مفهوم الحريه الماليه. فكاين اللي موظف عنده واحد الصالير اللي عالي فبالتالي كيعتبر راسو انه عنده حريه ماليه، وهذا مفهوم غلط. ولكن ما غاديش ندخل في التفاصيل باش ما نطولش وندخل في موضوع اخر نشرحها من بعد ان شاء الله. ايضا ما خصكش تخدم غير على قبل الفلوس، على قبل الصالير. دايما قلب على التعلم، انك تتعلم شي حاجه قبل من انك تربح شي حاجه. فالاب الغني كان قال واحد الحاجه لروبرت، وهي ان كلما ازداد عقلك قوه ازداد ما تجنيه من المال. اي المعرفه اللي عندك في عقلك والملف المالي ديالك الا كان عالي غتقدر انك تجيب الفلوس اللي عندك وتوظف الفلوس وتخليها تخدم عليك. If I teach you, you work for me for free. And I said, why for free? And my poor dad went nuts. He says, because if I pay you, you think like an employee. Your brain will change. Wow. If you learn never to work for money, you'll be a rich man. وخليني نعطيك القصه ديالي انا شخصيا. شوف انا نكون صريح معك، انا واحد الانسان اللي ما كيبغيش يخدم بزاف. فاش كنجي نقلب على الفلوس كندير بحال عقلي، كنحاول شكون هي اسهل طريقه وانسب طريقه باش نجيب منها الفلوس، او شكون هي اسهل طريقه باش نجيب اكبر مبلغ من الفلوس اقل جهد ممكن. فهذا الشيء علاش غالبا ما كنحملش الوظيفه او نتوظف في شي بلاصه او لا نخدم في شي بلاصه باش نبقى نجيب الفلوس. ولكن كيف ما كاع الناس اضطريت انني نخدم، وهذا الشيء راه ماشي عيب باش تكون عارف. عادي انك تخدم باش تجيب الفلوس، هو الحاجه الغلطه هي ان يبقى عندك هذا المفهوم ديما كل ما تحتاج الفلوس تمشي تقلب على شي خدمه باش تجيب فلوس. في الاول تخدم هذه الطريقه ولكن من بعد خصك تبدل وتطور وتحسن. فانا كان جاني واحد العرض ديال واحد الخدمه مع قناوه كيفاش؟ ما تقول ليش صلاح قناوي؟ هو الصراحه لا ماشي قناوي، ما خدمتش كما انت كتصور اي كنضرب الموسيقى ديال قناوه، وانما خدمت في حاجه اخرى ولكن في دار قناوه ومباراه. اللي كان عطاني هذا العرض هو صاحبي مصطفى، اللي مستحيل ننسى له خيره مادام نحي. فهو شافني في انني في واحد الضائقه ماديه اللي صعيبه ديال بصح، وجا وقال لي صلاح شوف هادشي اللي راك فيه انت راه غلط وغيديك الهاويه وخارج على السيطره. فحاليا على الاقل غيخصك تخدم على الفلوس، غيخصك واحد المصروف باش تصرف على راسك. فشنو رايك تخدم معنا؟ وصاحبي مصطفى هو اللي قناوي، هو اللي كيضرب الموسيقى، وبالنسبه هو من افضل الناس اللي شفتهم كيضربوا الموسيقى او موسيقى قناوه على وجه الخصوص. المهم باش ما نكترش عليك بالتفاصيل بقيت كنفكر شحال وفي التالي اضطريت انني نقبل. ماشي اضطريت من ناحيه خايبه، غير كما قلت انا قبل ما كنحملش انني نحاول نحط واحد الجهد في واحد الخدمه باش نجيب فلوس. دائما الاولويه ديالي هي انني نخلي الفلوس يخدموا عليا، او على الاقل الا كنت غادي نخدم خصني نتعلم شي حاجه. وبسبب انني ما كنتش كنتعرض لبرا وكنخرج بزاف ما كانوش عندي تجارب اكسبيرينس، ما كنتش كنعرف نتعامل مع الكليان او ندوي مع الكليان كيفاش نقنعو يشري واحد الحاجه، ولا كيفاش ندوي معاه اساسا، كيفاش نسوق، كيفاش نبيع، كيفاش ندير هذه وندير هذه. فهاد التجربه ديال هاد الخدمه في قناوه علمتني بزاف ديال الحوايج. فانا خدمت في البريسه ديال القهوه، الحمد لله انها كانت واحد الخدمه اللي فيها واحد الحاجه اللي كنبغيها، القهوه كوفي. فينكم عشاق القهوه. المهم كنت خدام في البريسه كنصاوب القهوه وكنعطيها للكليان. في نفس الوقت كانت واحد الحاجه شي حاجه وانما ثلاجه اللي محطوط فيها الماء والمشروبات الغازيه. كنت كنضطر انني نمشي نهضر مع الكليان وهما يجيو ويهضروا معايا باش انهم مثلا يبغيو شي حاجه، باش الا بغاو شي حاجه يديوها من عندي. فالخلاصه اللي بغيت نوصلها لك ان الخدمه في قناوه علمتني بزاف ديال الحوايج اللي ما وصلتنيش للثراء وما عطاتنيش بزاف ديال الفلوس، ولكن علمتني بزاف ديال الحوايج واستفدت منها في بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال المجالات. ديت فكره على الكليان وكيفاش تتعامل معاهم، كيفاش تبيع لشي واحد شي حاجه، وبزاف ما باش نبقى نعد عليك باش ما نخليش فيديو طويل. الخلاصه من قصتي واللي خصك تستافد منها هي انه حتى الا اضطريتي انك تخدم حط الاولويه ديالك هي انك تتعلم قبل الفلوس. الا كان داكشي اللي غيتعلمو كبر من الصالير ديالك
قبل، ولكن لقيتي واحد الصالير اللي كيتعتبر متوسط، ولكن المعلومات اللي كاينه منعدمه او لا قليله، فاحسن لك انك تقلب على ارض اخرى. فالفلوس اخويا او اختي كتبع العقل وماشي العكس. من مورا هذا الشيء كامل خلينا نرجع للكتاب. فمن مورا هذا الحوار هذا اللي داز ما بين الاب الغني وروبرت، غادي يسول الاب الغني روبرت واش فهمتي الدرس اللي بغيت نعلمو ليك. يجاوبو غادي يقول له ايه فهمت مزيان، والصراحه استشعرت الدرس والقيمه ديال هذا الدرس. وغادي يجاوبو غادي يقول له مزيان انا ما بغيتكمش توقعوا في هذا الفخ، اي فخ الوظيفه، وتبقاو تعتقدوا ان الوظيفه هي اللي غتجيب لكم الثراء، وتبقاو تعتقدوا ان الوظيفه غادي تجيب لكم الفلوس، بزاف ديال الفلوس، وغتوصلكم للحريه الماليه. وكل ما احتاجيتوا فلوس توليو تقلبوا كيفاش تخدموا على قبلها. وخاصك تحمد ربك حيت انت دابا في عمرك 9 سنين واستشعرتي الالم ديال انك تخدم على قبل الفلوس في الوظيفه، حيت انك استشعرتي الالم ديال انك تبقى تجري وتخدم على قبل الفلوس. فكاينين الناس عمرهم فاتوا ال 50 عام وما عرفوش هذا الدرس. ومن بعد غادي يكمل الهضره ديالو وغادي يقول له مورا ما فهمتي الدرس غادي تكمل الخدمه عندي، ولكن هاد المره بلا صالير. فغادي يسول روبرت غادي يقول له واش موافق ولا لا. فانا يا روبرت هو مايك غادي يوافقوا وغادي يكملوا الخدمه بلا صالير. ولكن من مره ما وافقوا روبرت غادي يسول الاب الغني واحد السؤال، دابا انا غادي نخدم بلا صالير اي بلا فلوس، كيفاش غادي نقدر انني نجيب الفلوس؟ غادي يقول له غتحتاج انك تستخدم عقلك. ومن مورا غادي يسالي هذا الحوار، ومعاه غادي تسالي المقدمه ديال هذاك، وغادي تسالي معاه الحلقه ديالنا اللي شرحنا فيه الجزء الثاني من هذا الكتاب. في الحلقه الجايه غادي نزيدو نتعمقوا في الدرس الاول، اي الاثرياء لا يعملون من اجل المال بل المال يعمل من اجله. لحقاش بكل بساطه اخويا ولا اختي هذا الدرس يحتاج اننا نفهموه مزيان ديال بصح، حيتاش قسما بالله الا مهم ونتعلموا كيفاش نطبقوا هذا الدرس. فضروري ما تطبق اي حاجه تعلمتيها خصك تطبقها. الا تعلمتي بلا ما تطبق فانايا ديك التعليم اللي تعلمتيه بحال شي زينه عندك. ايضا في الحلقه الجايه غادي نشوفوا كيفاش روبرت قدر يطبق هذا الدرس اللي قال له ليه الاب الغني وهو خدام بلا صالير. فالمهم اكيد انها غتكون حلقه واعره وغتفيدك بزاف، فعندك تفوتك. وهنا حنا نكون وصلنا لنهايه الحلقه، ولكن قبل ما نسالي الفيديو بغيت نشكرك بزاف على وقتك اللي عطيتيه ليا، حيت بقيتي مركز معايا من الاول الفيديو حتى لدابا. فإلا عجبك الفيديو ولقيتي انه فادك خلينا معك واحد اللايك وصيفطوا للناس اللي كتشوف انهم ممكن يستافدوا منه. وكان معكم صلاح، السلام عليكم ورحمه الله.